السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل معركة ينفع تدخلها. أحيانا الانسحاب من حاجات كتير ومن الخذلان بيديلك قيمتك الحقيقية وبيخليك تشتري راحتك النفسية. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. الخذلان اللي بيجيلك احيانا من ناس مقربين او حتى ناس مش مقربين، احيانا الانسحاب بيبقى اذكى خطوة انك تعملها. انت خذلتني وانا بعمل معاك كل شيء كويس وكل شيء خلاص، انا مش هعاتبك ومش هضيع وقتي في عتابك طالما انت مصمم انك تأذيني او مصمم انك تخذلني. طيب، الانسحاب فيه كثير، وزي ما قالوا كثير من المعارك افضل شيء انك ما تدخلهاش. في معارك ملهاش لازمة مع اشخاص اساسا انت الحل الوحيد ليك انك تتنحى عنهم، تتنحى عنهم وتاخد جانب. لذلك العتاب شرف كبير يا اخوانا، لا تعطيه الا لمن يستحقه. يعني بمعنى اصح انا هعاتب اللي يلزمني واللي بياخد ويدي وبيقدر واللي بعد العتاب بيتغير. انما انت ما بتتغيرش ومصمم تخذلني، وكل مرة نفتح انا وانت صفحة جديدة، ومع ذلك انت مصمم تسير في هذا الاتجاه اللي بيزعلني منك. لذلك في كثير من المعارك في حياتك، حفاظا على راحتك النفسية وسلامك وهدوءك النفسي، انسحب منها، او بمعنى اصح ما تدخلهاش اصلا. اتنحى عنها وخذ جانب من اجل راحتك النفسية، فهي اهم من اي نقاشات لا اهمية لها.